خير. هحكي لك قصه يعني قصه يعني. اخي وصديقي الشيخ ابراهيم الاخضر امام المسجد النبوي، نعم، جزاه الله خيرا، راح اسس لاخواننا في الجزائر مسابقه قران كريم يعملوها كل 3 سنوات، مش كل سنه، كل 3 سنوات. فالقى كلمه في حضور رئيس الجمهوريه وهو رجل فاضل والناس، فقال انا اقص عليكم قصه. ولد فقير امه امرته ان يذهب لتلقي لحفظ القران في عند شيخ معين. نعم. فاخذ يعني استاذن من امه وتوكل على الله وذهب الى القريه التي فيها الشيخ. قال انا اريد ان احفظ القران. قال ليست بهذه السهوله. قال كيف؟ يعني عندنا العدد مكتمل، اما ان تتربص. قال ما معنى اتربص؟ قال يعني تتربص، تذهب يعني تكنس وتترش المسجد وتخدم تخدم البهائم وتسقيها وتعلفها والى اخره، وبعدين لما واحد يتخرج من المجموعه الموجوده تدخل مكانه. قال له او تجيب جنيه ذهب، نجيب واحد مكانك يعمل هذه الاعمال وانت تدخل. قال له انا وابي وجدي وعمي وكل القريه لم ترى الجنيه الذهب اصلا. مش انا اجيب لك جنيه ذهب، ما هي لم تره، ما تعرف، هو لا تعرف ما معنى الجنيه الذهب. طيب عاد الولد كاسفا حزينا كاسف البال، ما لا يقدر راجع لامه يعني. ففي الطريق جاء عليه الليل للمسيره 3 أيام، فغلبه النوم فجاء تحت شجره حصل نفسه وتعوذ وصلى العشاء ونام. رأى في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. قال له يا بني عد إلى الشيخ عند الصباح وقل له حفظ القرآن. سبحان الله. قال له يعني ومن الذي يجعل الشيخ يصدقني؟ وده واحد صاحب هوى. أعطيني أمارة. جميل. أعطيني أمارة، أقول له بأمارة أي شيء يعني. قال له قل له الرسول يقول لك بأمارة زمرا زمرا. زمرا زمرا. فراح الولد وصل للشيخ على صلاة الفجر، قبل الصلاة طرق الباب، خرج الشيخ. جبت الجنيه؟ قال لا أنا رأيت الرسول وبلغني رسالة. قال رأيته؟ ماذا رأيت؟ قال والله رأيت أنه قال لي عد إلى الشيخ ليحفظك القرآن. وقص عليه القصص الأمارة. قال له هكذا لم يقل لك شيء؟ قال بأمارة زمرا زمرا. فأكب الشيخ على الغلام يقبله وقبل رأسه، تعالى يا بني، دخله وجاب له قال له لا أنا لن أبدأ في حفظ القرآن إذا قصيت لي إيه زمرا زمرا. قال إني رأيت منذ سنوات النبي صلى الله عليه وسلم. قلت له يا رسول الله حفظت القرآن العاملون به كيف يدخلون الجنة؟ قال زمرا زمرا. يا الله. أخي الشيخ إبراهيم أكرمه الله يقول وقف رئيس الجمهورية، نعم، السيد عبد العزيز بوتفليقة، وهو رجل نحسبه يعني فيه صلاح كبير ما شاء الله. كان هنا كان قريب من الشيخ زايد الله يرحمه عليه رحمة الله. وقف وقال قررت أن تكون المسابقة كل سنة وكل المشاركين في هذا العام ياخذوا 50,000 دينار جزائري سواء يعني نجح في الامتحان أم لم ينجح. الله أكبر. ما شاء الله. هذا دليل على أن ممكن القلب يفتح. لما القلب يفتح يثمر خيرا.